بشار الأسد شو قد قيمة ثروته؟ من وين بناها؟ هل نحسن نستردها؟ هل سمعتوا عن اجتماع الشيراتون المرعب؟ 2019 بحسب زمان الوصل والإيكونومست استدعى النظام كبار التجار لفرض ضريبة حماية إجبارية. حاكم الإسرف المركزي خيرهم بين الدفع والاعتقال، وهذا الشيء اللي حصل فعلا لرامي مخلوف وغيره. تحقيق لصحيفة فينانشال تايمز كشف إنه النظام هرب طنين من الدولارات عبر 21 رحلة جوية لموسكو. كما كشفت منظمة جلوبال ويتنس عن امتلاك العائلة ل 20 شقة بقيمة 40 مليون دولار عبر شركات وهمية في موسكو. تتراوح تقديرات الثروة المنهوبة بحسب وزارة الخارجية الأمريكية وشبكة دويتش وفيلن بقيمة تتراوح بين مليارين 122 مليار دولار ومع 200 طن من الذهب. هاي المليارات انجمعت من إمبراطورية الكبتاغون والتحكم بالمساعدات الدولية عبر مجلس ماء الأسد الاقتصادي. تشبيه لتبسيط الفكرة، عملية نهب هاي الثروات أشبه بثقب أسود اقتصادي، فبدل ما هاي المصاري تنضخ بعروق الدولة وتروح لخدمة الشعب، سحبت بقوة السلطة ووضعت في صناديق مغلقة بعيدة عن الأنظار. رغم تجميد مئات الملايين في بريطانيا وبإسبانيا، لا يزال معظم هاي الثروات مخفية في ملاذات سرية آمنة.